اليوم اسمها إسبانية أو إسفنجية. ناس بتسميها هيك وناس بتسميها هيك، ما رح نختلف على التسمية، مهم بالأخير الطعمة. لتحضيرها أنا اليوم رح أعملها مع كاستين سميد، كاستين طحين، طبعا أنا مدخلتهم قبل. هاي الكمية للصينية أكبر من وسط، فيكن تعملوا نص الكمية. بناخد كاسة طحين كاسة سميد، حطيت لها هون معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، وحطيت من مسحوق قشر البرتقال يلي عملته من فترة معكم، طبعا بيعطي طعمة كتير طيبة وخلاني استغنى عن الفانيليا. خلطتهم مع بعض كتير منيح، وبعدين ضفت لهم كاسة لبن، عفوا كاستين لبن وكاسة مي، وحركت منيح. بعدين شوية زيت مع التحريك المستمر، لازم يوصل تقريبا لهذا القوام يلي بيكون مانو جامد ولا انه خفيف كتير. هلا اخر مرحلة بدي اضيف البيض. الكمية اللي عملتها بتاخد معي 3 بيضات. هلا في ناس بتخاف من زنخة البيض بهي الاكلة، بس لا ابدا ما في، وخاصة انه ما حطيت فانيليا، بس قشر البرتقال اللي حطيته كفيل انه يروح اي زنخة للبيض. هلا بضيف 3 بيضات مخفوقين كتير منيح، وهون ضفت سكر لانه كنت نسياني احط سكر. هلا حتى لو ما حطيت سكر ما أنا مشكلة، لانه رح نحط لها قطر اخر شي، بس بالسكر بتتعدل حلاوتها اكتر، بتطلع اطيب صراحة، وخاصة لمحبين الحلو يلي مثلي كتير بيحبوا الحلويات. هلا بحركها كتير منيح، وبقى بنزلها على صينية مدهونة شوية سمنة. نزلتها فردتها بالصينية. هاي الصينية اللي عندي مثل ما قلت لكم قياسها أكبر من الوسط بشوي. حركتها منيح مشان إذا فيها باقي فقاعات هوا تطلع. وبعدين على الفرن، طبعا الفرن بيكون حامي كتير منيح، بس من تحت شغال مطفى من فوق، بعدين من فوق لحتى يحمر وجهها. وهلأ بقى على التقطيع السيء كتير. لمحبين الهندسي بقى يقطعوا بشكل ظريف وعلى المسطرة، بس أنا كنت مستعجلة وقطعت بصراحة بسرعة لأني كنت عم بطبخ بهالوقت كمان. هلأ بعد ما قطعناه نزلنا القطر، ورجعت قطعتها مرة تانية مشان تتشرب القطر بشكل أسرع. و... وآخر شي بقى ضفتلها أو زينتها بجوز الهند. طبعا قد ما كترنا جوز الهند بتطلع أطيب، لأني أنا بصراحة من محبين جوز الهند، وخاصة اللي خشن ما الناعم بلاقي إنه أطيب. وألف صحة وهنا، إن شاء الله تكون عجبتكم. وبحب أذكر إنه أنا ماني شيف، بس بحب الطبخ كتير، لهيك جود من الموجود.